يا كابتن نقطتين مهمين جدا قالهم دكتور وليد. لازم عشان سعر اللعيب اللي احنا كلنا متفقين معاه فيه ان مفيش لعيب في مصر يستاهل الارقام دي خالص ولا نص الارقام دي، عشان يحصل ان اللعيب يتحط في السعر الصح لازم يكون في نمره واحد زي ما هو قال كده ميثاق شرف بين الانديه. يعني ايه؟ يعني انا بتكلم في لعيب ما تخشش عليا فيه وانت بتتكلم في لعيب انا ما اخشش عليه، يبقى في عشان ما تخسرش. مش ميثاق شرف في ان نحط حد للعيبه، لا لا لا، ما هو انت لو دخلنا مع بعض بقى مزاد، ما هو دي المشكله، زادت القصه والسمسار عرف يشتغل. ايوه دي نمره واحد. نمره اتنين يا كابتن لازم موضوع الوكلاء والسماسره بتوع اللعيبه دول لازم يبقى مسمى وكيل موجود، ومش هيبقى موجود الا لما يبقى له رخصه. فلازم ما فيش معاهم ثلاث ارباع ما فيش رخصه. يبقى لازم نقطه من اول السطر ونجيب الوكلاء نصنفهم نقول اللي هيعمل رخصه هو وكيل، غير كده غير معترف بيه. إذا حجمنا موضوع الوكلاء دوت وعملنا ميثاق شرف بين الأندية بينها وبين بعض عمر ما سعر اللعيب هيرتفع أبدا. طيب هاني، هل اتحاد الكورة مطالب بس إنه يطلع يقول أنا عندي كام وكيل اللي هم معتمدين عندي، ولو في حد مصري كمان معتمد في الاتحاد الدولي يطلع يقوله. مظبوط. يبقى يعلنوا على صفحته، نبقى عارفين، الناس تعرف انها ما تعملش غير مع دول بس. وده هقول لك الاصعب بقى يا كابتن كمان دلوقتي، ان بقى في لعيبه بتلعب وكلاء. طب ما تكملها بقى. انت بتتكلم جد ولا طب استنى خليه يكمل، قول له وبعدين كمل. وبعدين لا وفي مدربين وكلاء، وفي مدير كوره وكيل، وفي اداري وكيل. لا 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 لا، وفي رئيس نادي، وكيل. معقول يا معقول؟ والله. ايه رايك؟ والله. طب ما يبقى عليه العوض ده. والله بقول لك انا نخر فساد نخر. ما هو انا بقى لما يجي زي ما هاني قال لك كده، لما يجي اتحاد كوره يعلن ان الوكلاء 1 2 3 بس، ويبقى مش هتكلفه غير ورقه على البادج بتاعه، على البيدج بتاعه. يا كابتن مجدي الوكلاء اكتر من اللعيبه دلوقتي. كويس، وهم اللي بيشغلوا هم اللي بيقعدوا. انت لما بتيجي بتمسك نادي بتلاقي يروح وكيل مكلم مين، انا فلان الفلاني انا وكيل لاعبين. طيب خير، ربنا يوفقك كابتن، انا عندي اسماء لعيبه. اولا هم نفس اسماء اللعيبه اللي كل الناس بتعرضها عليك، هم ما بيتغيروش. هم كويس. ما تفهمش بقى يعني، ما هو عشان ما فيش حاجه رسميه يا كابتن هاني. بالظبط. فكله داخل فيهم. بالظبط. يعني زي شقه كل الناس عايزه تبيع فيها وخلاص وانت كابتن ده من ضمن الامور اللي لازم يتحط لها ضوابط، لان في الاخر اولا انت بتضيع حق اللاعب، وممكن تضيع حق نادي، وممكن بالامر ده انت بتساعد على ان انت يبقى في نوع يعني من عدم الشفافيه، هقول من عدم النزاهه، مش عايز اقول يعني حاجات تانية اقوى يعني. لكن في الاخر انت لازم تحدد لي، تقول لي العقد اهو، العقد ده مش هيتمضي في اتحاد الكوره غير لما يبقى اللعيب ليه وكيل معتمد رسمي. مظبوط. علشان خاطر الوكيل يضمن حق اللاعب كويس، ما يبيعوش للنادي، وما يبيعش النادي لللاعب، وما يبيعش اللاعب للنادي، والنادي واللعيب ما يجيش يقول انا مضيت على بياض وعلى صفار وعلى خضار. بالظبط. بس انا مضيت على بياض. كابتن مجدي انا ما اعرفش حطوا ايه هو في كده. كابتن انا ماسك الاولمبي السنه اللي فاتت، لعيب واحد اتعرض عليا من 6 وكلاء. يا نهار ابيض. 6 وكلاء بيكلموني على لعيب واحد. هم مش وكلاء دول، سماسره. وبعدين اللعيب بيكلمني بالظبط زي الشقه. ما هو كله اي واحد شايف شقه للبيع او للايجار هتيجي تقول يا جماعه مين بكام الشقه دي، هتلاقي 500 واحد ظهر لك. كابتن بقول للعيب انت تابع مين يا ابني؟ لما كلمني بقى انت تابع مين في دول كلهم؟ قال لي ولا واحد. قال لي يا كابتن ولا واحد. امال دول ايه؟ قال لي يا كابتن هو كله بيكلمني. اقول له ماشي. وفي الاخر اللي هيخليني امضي في حته هديله اللي في النصيب. فالعمليه سداح مداح ماشيه يعني ايه؟ ده شغلانه اللي مالوش شغلانه. بالظبط كده كابتن. انا بقول يا كابتن في لعيبه بتلعب وكلاء، في لعيبه بتلعب كويس وكلاء. بتلاقي انا فلان يا كابتن اهلا وسهلا، انا عندي فلان وفلان وفلان، انت يا ابني اصل انا بقى يعني بقى دلوقتي وانت عارف يا كابتن والوضع والظروف دي جنب دي عادي وبعد كده بقى يعني انا دي البدايه وعايزك تقف جنبي علشان بعد كده البدايه عشان بعد كده اخش اتحاد الكوره.